أهلا بكم أعزائي المشاهدين في هذا اللقاء الجميل اللي نقابل فيه شاعرتنا شاعرة الشبرة شنينة قاطع. أهلا وسهلا بيك شاعرتنا، ونريد ندردش معاك ونحكي. أنت كتبتي عن كل الفواكه، عن كل الميوة، خلصت الفواكه وخلصت الميوة، إيش دا تكتبين عنه؟ دا نكتب عن الخضرة، كل شيء يتعلق بالخضرة. نكتب عن هاي النعناع، عن الكزبرة، عن البقدونس، عن البصل، يعني هاي أدوات الخضرة كلها نستعملها بالشعر. البصل صار من الخضرة، البصل هاي هو مو في شيء أخضر، هذا هو خضرة بعد. أي شيء في شيء أخضر خضرة. خضرة. خلصن الفواكه، خلصن كل شيء يأكلون الناس، إيش دا تكتبين عنه؟ دا نكتب عن الحيوانات. نكتب عن الكلب. هاي الكلب هاي 10 أيامك. هاي الكلب مفيد، الناس ما تعرف قدر الكلب هاي فعلا اعزائي المشاهدين، الكلب هذا يعني حيوان من الحيوانات هوايه حلو. سمعينا شيء بسيط خلي الناس تحكي عن هذا الكلب. إيه يا حبيبي حبك هوايه القلب، يمه يا حبيبي حبك هوايه القلب، مثل ما زد عظمه للكلب. الكلب ايه هذا هوايه حلو الشعر هذا. عندنا بعد عن البزون. نسمع احنا والساده المشاهدين عن البزون. شو يقول البزون؟ احبه لو بيه تدرون، احبه لو بيه تدرون ايش قد حلو هالبزون. يا يمه عليك البزون. بعد وايش قد حلو هالبزون. مية وايش قد حلو هالبزون. مية ايش قد حلو هالبزون. على 100 صراحه البزون هذا. طب خلصن الحيوانات اللي دا تكتبين عنها، خلص المحيط اللي دار مدارج اللي تكتبين عنه، كتبتي على الحيوانات. طب انت هسه لما تباوعين للمنظره، لما تحسين تشوفين نفسك تباوعين نفسك بالمنظره عقب الضجه هذه اللي صارت للبرتقاله، ايه لما تباوعين المنظره هيك والدقات هذه اللي بحنشك انهم رنويه طياره، لما تباوعين للمنظره انا عارف شو تحسين نفسك؟ هاي ليش الضجه هاي؟ ليش على البرتقاله؟ ليش؟ ولك اشمعنى على البرتقاله؟ ليش؟ مو غنوها يلومي حامض حلو، مو هاي حامض حلو، مو اللومي ابن عمي هاي البرتقاله. مو هذا دا يسوي حموضه بالشخص اللي دا ياكلها. مو هاي ابن عمه كلهم من عشيره وحده. بعد ليش من الحمضيات؟ بعد ليش صار؟ مو غنت هاي فيروز واحد عم ياكل تين وواحد عم ياكل خاص. ايش دا ياكل؟ ياكل خاص. خاصي. ايه واحد بعد هاي اللي كانوا عن بعد هاي اللي يقول لك ابكي على البنبره وابكي على التينه. الناس ياكلونهم هاي يبكي عليهم، والكسخامي والله